رحت النهارده نيويورك. يا دي النيل على نيويورك. انا مش من الناس اللي بتشتم كتير، نادر قوي لما بشتم، لكن النهارده مثلا كان بمعدل 100 شتيمه في الثانيه. نيويورك فكرتني بالايام الصعبه جدا اللي انا كنت فيها هناك. مع ان النهارده السبت والمفروض اجازه والموضوع يبقى خفيف، لكن طبعا كان في احتفالات والدنيا مقفله، فالموضوع كان صعب جدا. فكرني بايام اسبوع UN او اسبوع الامم المتحده، بتلاقي الشوارع مقفله والدنيا صعبه وكاره حياتك، غير بقى لما تيجي عند الكريسماس ويقفلوا الشوارع ويقفلوا ده ويقفلوا ده. كان في حاجات كتيرة صعبة، وتشوف ناس بتسوق بشكل غريب، وعجل بيمشي من أي حتة ويطلع من أي مكان ولا بيهتم بإشارة ولا بستوب ساين ولا بده ولا بده، وناس بتقطع الطريق من كل مكان وليلة. بصراحة ربنا يكون في عون أهل نيويورك. القيادة فيها صعبة والحياة فيها صعبة والدنيا مش سهلة أبدا فيها. الناس هناك بتحاول تشقى عشان تقدر توفر لقمة عيشها اللي تقدر تغطي بيها تكاليفها من إيجار غالي وحياة غالية، ومعيشة في شقق أحيان كتير بتكون صغيرة جدا وخدماتها مش كويسة وغالية جدا مع تكاليف الحياة الكبيرة اللي موجودة هناك، فالموضوع صعب جدا. دلوقتي الواحد كل ما يروح هناك ويرجع التاونشيب اللي عايش فيها في نيوجيرسي يقول ياه وحشتينا، فين الهدوء دوت، احنا ايه اللي ودانا هناك. ربنا معاكم وكل التحية للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.